قصة الرجل الهندي زايونا قصة أقرب من الخيال منها إلى الحقيقة، ولكنها رغم ذلك حدثت بالفعل. فقد نجح زايونا في تكوين أكبر أسرة في العالم، فأسرته تتكون من 193 فردا، منهم 93 طفلا و39 زوجة و33 حفيد و27 زوجا وزوجة لأولاده. عمره الآن 72 سنة، وقد تزوج لأول مرة وهو في عمر 15، ومن وقتها يضيف زوجة لطاقم زوجاته كل عام ونصف تقريبا، وفي سنة واحدة تزوج 10 زوجات. تعيش هذه الأسرة العملاقة في بيت واحد كبير جدا يشبه مجمعا سكنيا كبيرا اسمه شوانتارون، وتعني قلعة أو بيت الجيل الجديد. وقد تم بناؤه في مكان بعيد جدا عن أي منطقة حضارية بسبب أن تعدد الزوجات في الهند غير قانوني، ولكن توجد ثغرة قانونية في أنهم يسمحوا بتعدد الزوجات أو أي ممارسات غريبة في مناطق القبائل النائية في منطقة بعيدة حضاريا عن المدن. زوجاته ينامون في غرف مخصصة لهم في المنزل، وينامون بترتيب سنهم، الأصغر سنا تنام في أقرب غرفة له، والأكبر سنا تنام في غرفة بعيدة عنه. أما عن غرفته هو فلا يوجد بها مساحة سوى لزوجة واحدة فقط، لذلك يتم اختيار الزوجة المحظوظة في ليلة ما عن طريق أنها تدخل غرفتها فلا تجد وسادتها على سريرها، وبالتالي تفهم أنها مطلوبة. أما عن تفاصيل الحياة في هذا البيت الغريب فكل ليلة تتجمع النساء مع بعضهن ليعدوا الطعام، وهي مهمة شاقة وتشبه احتفالات الملوك. فكل ليلة يقمن بطبخ 30 فرخة و60 كيلو بطاطس و100 كيلو أرز. بالطبع لا توجد مدرسة في منطقته تتسع لكل ذلك العدد من الأطفال، ولذلك قام ببناء مدرسة خاصة لأطفاله فيها أبناؤه الأكبر يدرسون الأبناء الأصغر. قام أولاده بتنظيم دوري كرة قدم خاص بهم، قسموا نفسهم لفرق مختلفة تتنافس مع بعضها بشكل منتظم، والعائلة تعول نفسها بنفسها من خلال النجارة، فبيتهم يحتوي على أكثر من ورشة نجارة، وأي شخص يصل لسن القدرة على العمل يعمل في النجارة ويصنع الأثاث ويبيعه للمناطق القريبة. وهي عائلة غنية جدا، وتتمنى العديد من النساء في المناطق القريبة أن تكون إحدى زوجات زايونا، الذي على ما يبدو قد اعتقد أنه قادر على أن يفعل كل شيء بنفسه، فأنشأ ديانة خاصة به وبأسرته الكبيرة اسمها تشانا باول، ويعتبرها طائفة خاصة بهم من المسيحية.